حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. انا قاعدة ازعق واشاكل يا جماعة. ايوه انا بشاكل، انت بتشاكلوا فتحة الفيديو كده، لازم اشاكل عشان كان كلامي يمشي. وشاكلت بما فيه الكفاية وفي الاخر كلامي ممشاش. هو الاكل اللي قدامهم ده مش عاجبهم؟ لا مش عاجبهم، وعايزين كمان حاجات اضافية. احنا عايزين كيك. طب معاكوا قرص ومعاكوا فطير مشلتت ومعاكوا فراخ مشوية، كفاية كده النهاردة. انا شغالة يعني ايه، كفاية بقى كده النهاردة. لا احنا عايزين ناكل حاجة مسكرة بكوباية شاي بلبن، بكوباية شاي، لا احنا عايزين كيك. خلاص عايزين كيكة، تمام. قلت لهم يلا بينا. كده كده الشكل ما جابش نتيجة، ولا اكني شكلت ولا عملت اي حاجة. وفي الاخر هما اللي فازوا، وعملت لهم كيكة بألف هنا وصحة يا رب على قلوبهم. دايما الأمهات كده يا جماعة، لازم نلبي طلبات أولادنا حتى لو على حساب نفسنا برضه. المهم ألف هنا وصحة يا رب على قلوبهم. تعالوا نصلي على الرسول وندخل نشوف احنا عملنا ايه. عليه أفضل الصلاة والسلام. على فكرة الحاجات ديت بتبقى حاجات بسيطة جدا، بس بتسعد أولادنا جدا. وبالذات في التوقيت الشتوي اللي احنا فيه ده، يعني كوباية شاي على اللبن بالليل كده مع قطعة كيك، ولادنا ياخدوها ياكلوها وخلاص بألف هنا وصحة. أنا هديكي مقادير 4 كوبايات دقيق، ملكيش دعوة باللي أنا عملته ده كله. 4 كوبايات دقيق هتمشي عليهم بنفس المقدار اللي أنا هقولك عليه ده. أول حاجة هتنخلي الدقيق 3 مرات عشان نخرج منه كل الرطوبة وندخل فيه هوا. كل ما تنخلي الدقيق مرة وتنخليه المرة التانية بتدخلي فيه هوا، فتطلع الكيكة بتاعتك هشة وحلوة. نخلناه 3 مرات وتنخلي على ال4 كوبايات دقيق باكو واحد كيك شيف، وحطيناهم على جنب. هتنزلي في الخلاط بكوبايتين حليب. ده ال4 كوبايات دي يا جماعة، هتنزلي في الخلاط بكوبايتين حليب وكوباية ونص سكر و4 بيض وكيس فروتي برتقال وكوباية زيت. كل ده في قلب الخلاط على بعضه مع ظرفين فانيليا. كل ده في الخلاط على بعض. متفقين. حاجة سهلة وسريعة وبسيطة جدا ومش هتاخد منك وقت، بل بالعكس هتعمليها في وسط شغلك. لو انت شغالة، لو انت في المطبخ، هتعمليها في 10 دقايق كده وتحطيها في الفرن. هتقعد في الفرن 45 دقيقة بالظبط وهنطلعها. وذرة الملح دي يا جماعة ما تنسوهاش، انا حطيت ذرة الملح دي ومعلقة خل واحدة. انا حطيت شوية كده لان انا عارفة المعيار وعارفة المقدار اللي انا بحطه. ده الفروت اللي انا قلت لكم عليه. وهنضرب ده كله ضربا مبرحا. انا علشان مزودة الكمية فلقيتها هتبقى كتير على الخلاط، فحطيتها في الكبة عندي اكبر شوية. وعملت في الخلاط شوية في الكبة شوية، لان انا عاملة صينيتين بألف هنا وصحة يا رب. فانا اديتك مقادير 4 كوبايات دي، امشي عليهم وان شاء الله هتطلع منك تحفة على المقادير دي بإذن الله. وعودوا نفسكم يا جماعة اما تيجوا تعملوا كيكة ما تحطوش فيها عصير برتقال. يعني احنا في ايام البرتقال اهو، بس انا ما حطيتش عصير برتقال لان الفروت بيدينا نفس النتيجة. وفي نفس الوقت حاطين كله حليب. الحليب بيخلي الكيكة طعمها حلو قوي، بينقلها نقلة حلوة. حطيت الدقيق بتاعي على مرتين، ولا مضرب كهربا ولا اي حاجه، بقى يدوي كده كله يدوي. شفتوا النتيجه ممتازه. هتخلي القوام بتاع الكيكه بتاعتك سايل كده، ما تخلوهوش تخين قوي عشان تطلع منك هشه وحلو. بقول لكم انا مش هوسخ مواعين تانية، هي المواعين اللي اتوسخت ما عدتش موسخه حاجه تانية. هحط نصها هنا ونصها هنا عشان هم عايزينها تايجر بالشوكولاته. يعني شوية شوكولاتة وشوية كيكة صفرة كده، يعني كيكة برتقال يعني. فجبت الخلاط والكبة بتوعي اللي انا حطيت فيهم زي ما هم عشان ما اوسخش مواعين تانية. وقسمت العجينة نصين، نص هنا ونص هنا. حطيت على النص اللي هو الشوكولاتة ده، حطيت معلقتين 3 كاكاو على قد الكمية اللي قدامك بقى. لو كمية أقل من كده هتحطي معلقة واحدة. وحطيت عليها نص معلقة كيك شيف علشان دايما وبق لبن، علشان دايما الكاكاو بيكون معانا تقيل شوية. فتحطي كيك شيف علشان لما ندخله الفرن يقب زيه زي العجينة اللي هي بتاع البرتقال بالظبط. معانا معانا الكبة بتاعتنا والشفشق بتاعنا، هنحط من كل واحد شوية. يعني انا نزلت بشوية كده اصفر، ورجعت نزلت بشوية كاكاو، ورجعت نزلت بشوية تدريجيا كده لغاية ما نخلص الصينية. ده علشان نيجي نقطعه في اخر الفيديو هتلاقوا شكله جميل جدا يا جماعة. لو انت بتقدميه على طبق، بتقدميه لضيوف، بتقدميه حتى لأولادك، هيديلهم
يفتحوا نفسهم على الأكل، حاجة كده شكلها تكون جميل تفتح النفس على الأكل. قعدت في الفرن 45 دقيقة بقت طالعة بالمنظر الجميل اللي قدامكم ده. قطعناها أي تقطيعة تعجبك، المهم إن انت تقطعيها كويس وخلاص. بالشكل ده كده يا جماعة. لو وصلت معايا بالفيديو لغاية هنا خدت الطريقة، اديني اللايك الحلو بتاعي بقى. اديني لايك. شفتوا الهشاشة يا جماعة؟ هشة جدا جدا جدا. هنقطعها في طبق ونحطها على جنب الكل اللي ياكل منها. حطوا لي لايك، لايك حلو للفيديو عشان القناة تكبر بكم ان شاء الله، ونكون سوا مع بعض في اي فيديو جديد بإذنك يا رب. هتقطعي، انا بحب اقطع الكيكه كده يا جماعه، لو حد زي بحب يقطعها كده قولولي. بحب اقطعها كده عشان ايه؟ القطعه بتبقى كبيره، مش بحب اقدمها كبيره كده. اما تكون القطعه صغيره كده ومقدمها قدام اي حد، اللي ياخد قطعه خلاص هي على قد البق كده على طول. ايه رايكم بقى؟ حلوه؟ جميله. تسلم ايديكم قبل عينيكم. مع السلامه. باي.